إسماعيل ياسين أسطورة الضحك الخالدة وتربى على عرش الكوميديا لحد دلوقتي. إسماعيل ياسين اتوفى سنة 72 ولكن مازال باقي معانا بأفلامه الجميلة الحلوة. إسماعيل ياسين في إشاعات كتيرة جدا طلعت عليه، والنهاردة معايا في الفيديو ده تسمعوا حاجات أول مرة تسمعوها عن إسماعيل ياسين، وانتوا بنفسكم هتحكموا عن الكلام ده إن كان حقيقي ولا لا، وإيه علاقته بعبد الحليم طالما احنا بنتكلم في أعز الناس. اهلا بيكم بفيديو جديد من اعز الناس لاعز الناس ولكل محبي زمن الفن الجميل. عشان يوصل لكم كل جديد بنقدمه ما تنسوش بس تشتركوا وتعملوا لايك وانتوا بتتفرجوا على الفيديو. اسماعيل ياسين ما كنتش اقدر اعدي برده قناتي دي من غير ما اتكلم عنه ابدا. اسماعيل ياسين ما مثلش مع عبد الحليم خالص، طلعت بقى اشاعات كتيره بقى ما مثلش مع عبد الحليم لان في خلافات بينهم، لانهم متخانقين مع بعض، لانهم مش بيحبوا بعض وحاجات من النوع ده. لكن الحقيقه غير كده خالص، لان اسماعيل ياسين وقت ما كان عبد الحليم بيعمل افلام كان اسماعيل ياسين